فوز مهم جدا النهارده قبل ماتش الزمالك. 3 بونت كانوا مهمين جدا ان احنا ناخدهم عشان الثقه، اللعيبه تبقى داخله الماتش فايقه، وفي 3 بونت خدوهم بغض النظر طبعا عن الفنيات اللي هي خلاص بقت واضحه جدا وضايعه في وجود الكابتن عماد النحاس. خلاص كابتن عماد النحاس مش هيقدم لنا اي فنيات، وده واضح قوي وباين قوي، ومن التشكيل اللي بيبتدي بيه غلط، من التغييرات اللي بيعملها برضو غلط. خلاص مفيش اي اضافه كابتن عماد النحاس قادر يقدمها، فاحنا في ظل وجود كابتن عماد النحاس احنا مضطرين نستحمل الاداء الفني ده. بس اهم حاجه يبقى عندنا الاداء البدني قوي، العزيمه قويه، الاراده قويه. فالحمد لله دي موجوده دلوقتي عند اللعيبه، والحمد لله بنكسب واحنا منظرنا وحش، شكلنا وحش، وبقالنا 3 اسابيع او 4 اسابيع بنقول احنا بنتضرب بسهوله جدا. كونتر اتاك بيتعمل علينا بكل سهوله ومن اضعف الفرق كمان، فدي هتبقى مشكله كبيره قوي 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 في ماتش الزمالك. ربنا يستر ماتش الزمالك اللي جاي، والحمد لله على المكسب النهارده. 3 بونت مهمين قبل المعركه اللي جايه بتاعت ماتش الزمالك عشان نقدر نخش تاني بقى في المنافسه على الدوري، لان احنا لو استمرينا بالمنظر ده هنبقى بنبعد بشكل كبير. ان شاء الله الماتش الجاي مع الزمالك نقدر نحقق نتيجه ايجابيه عشان بعد كده نطلع بقى التوقف الدولي ده، ونكون باذن الله قدرنا نجيب مدير فني قوي يقدر بقى يساعدنا الموسم ده انه ما يضيعش مننا، واننا نكمل فيه بشكل اللي احنا عايزينه. فالحمد لله على ال3 بونت، وباذن الله الماتش الجاي ماتش الزمالك نقدر ناخد كمان برضو ال3 بونت عشان نطلع التوقف الدولي ده واحنا مستريحين، ونرجع بقى نشوف ايه الدنيا كده هتبقى مع المدير الفني الجديد اللي هيجي ان شاء الله، ونقدر نستمر ان شاء الله في سباق الدوري. الف مبروك لكل الاهلاويه، ويا رب كل ماتش دايما كده فايزين.